ليه في خناقه في لبنان بسبب الساعه؟ توقيت شتوي للمسلمين وتوقيت صيفي للمسيحيين، وده بعد قرار اصدرته حكومه تصريف الاعمال اللبنانيه بتاخير العمل بالتوقيت الصيفي، وده اثار جدل كبير جدا في لبنان. القصه بدات لما انتشر فيديو لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وهو بيطلب من رئيس حكومه تصريف الاعمال تاجيل العمل بالتوقيت الصيفي لما بعد رمضان مراعاه للصائمين، وفعلا اعلنوا ده بشكل استثنائي بس السنه دي طول شهر رمضان. التوقيت العالمي بيسمح لاي دوله ان هي تغير الساعه مرتين في السنه، وده بيعتمده دول كتير جدا في العالم، والمفروض بهدف توفير استهلاك الطاقه. ومن هنا القرار بدا يعمل فتنه واختلاف طائفي ما بين المسلمين والمسيحيين في لبنان، واعلنت قوى سياسيه مسيحيه رفضها تماما للقرار. رئيس التيار الوطني الحر قال سيبوا ساعتكم زي ما هي، دي الساعه الحقيقيه قربت، والمسلمين مع الساعه والمسيحيين ضدها، ونسيوا مشاكل الدوله والدولار. القرار ده تسبب في ارتباك قطاعات كتيره جدا في لبنان، على راسهم قطاع الاتصالات والطيران، وساعه الموبايلات واللابتوب اتغيرت تلقائيا، لكن شركات كتيره جدا في لبنان رفضت ان هي تشتغل بالتوقيت ده. فمن وجهه نظرك شايف ان تغيير التوقيت يستاهل كل الضجه دي، ولا انت رايك ايه؟